السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. ساعات كتير بتشوف مشهد في فيلم معين وتلاقيه يفتح نفسك على الأكل ده حتى لو أنت ما كنتش جعان، بس طريقة تصوير المشهد والأكل اللي فيه وكمان طريقة أكل الفنان تحسسك إنك جوعت. فتعالوا بينا نتعرف على أشهر المشاهد اللي حسستنا بالجوع، ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بالفيلم الرائع وتحفة محمد خان، خرج ولم يعد. الاكل ده نعمه من نعم ربنا، لذة من لذائذ الحياه الكبرى. انا مش عارف الحقيقه دي كانت غايبه عني ازاي. بس خلينا الأول نتفق إن أي مشهد كان فيه وليمة أو أكل كتير كان بيقصد بيه المخرج شيء معين، أو كان بيبقى قصده توصيل رسالة غير مباشرة. زي مثلا أغلب مشاهد الأكل في الفيلم كانت بتصور تغيير الحالة المزاجية لبطلنا عطية، وخروجه من زحمة المدينة ودوشتها والصخب المزعج للريف بخضاره وهدوءه وجمال طبيعته. فهتلاقي ده انعكس على شخصية وطباع بطلنا عطية حتى في إحساسه بتذوق الأكل، وهتلاقيه بياكل كما لو إنه بياكل لأول مرة في حياته. غير مثلا تصوير مشهد الأكل في فيلم بخيت وعديلة اللي بينطبق عليه المثل الشهير شبع من بعد جوع. اتنين كانوا مش لاقيين ياكلوا وفجأة بيبقى في ايديهم فلوس كتير قوي، فأول حاجة وأول فكرة بتيجي في بالهم هي ملء بطنهم من كل الأكل اللي اتحرموا منه. وبصراحة المشهد اتصور حلو قوي سواء كان من عادل إمام أو شيرين مع حفظ الألقاب، لدرجة إنهم ما كانوش عايزين يسيبوا الأكل حرفيا، وكل ما يحسوا إنهم شبعوا يكملوا أكل من تاني، كما لو إنهم كانوا خايفين لا يكونوا في حلم ومش عايزين يصحوا منه أبدا. بس لو جينا بقى لمشهد الأكل مثلا في فيلم الحفيد فهتلاقيه مغاير تماما لكل اللي فات. المشهد هتلاقيه تم تصويره بشكل كوميدي وممتع، وكان المقصود منه هنا هو إظهار الحميمية العائلية. المشهد كان بيضم هنا كل أفراد العيلة في أكلة حلوة، المقصود منها هو التعارف العائلي لإتمام جوازة، لكن مع طريقة الأكل وإضافة بعض الإفيهات من المبدع عبد المنعم مدبولي. بصراحة الاتنين دول كانوا هم أبطال المشهد. وعندك مثلا مشهد الأكل الشهير في فيلم هي فوضى. شكرا يا باشا. بنت مجيدة يا باشا وعايز عليك على نفق الدواء. عايز اقابل بنتي في المدرسة. سمعت يا حاج باشا. عايز اقول لك بكره. حاج باشا. ست الفكرة بتيجي اهو ده بقى مختلف من حيث سياق الموضوع وطريقة التنفيذ وكل شيء. المشهد هنا رغم شهوة الأكل والشراهة اللي فيه، لكنه بيتكلم بشكل مباشر عن شخص ظالم وبياكل مال أهل حتته، فكان لازم المخرج هنا يصور المشهد بالشكل المفجع ده لشخص قاعد في محل قدام منه رصة من أرغفة الحواوشي تكفي 3 أو 4 أفراد، لكنه كان بيقوم بيهم لوحده. في مشهد بيعكس ظلم الراجل ده وجبروته في الاستيلاء على أموال أهل منطقته الغلابة، وفي سياق مختلف وفي مشهد محبب لي أنا شخصيا، وهو مشهد الفطار من فيلم التجربة الدنماركية. المشهد رغم انه يفتح نفسك على الفطار والغدا كمان، لكن المقصود منه هنا ما كانش الاكل وبس، لا، المقصود او النقطة اللي حب يوضحها المخرج هو الألفة الأسرية اللي كانت موجودة ما بينهم أثناء الفطار. الألفة دي بقى ممكن تبقى موجودة في أي وقت وعلى أي شيء، وبما إننا شعب أكيل وبنحب نستمتع بالأكل، فكان قرار المخرج علي إدريس هنا هو توضيح الترابط الأسري من خلال وجبة دسمة وممتعة، بغض النظر بقى عن الكمية اللي اتحطت قدامهم. وما تنكرش إنها فتحت نفسك جدا وانت بتتفرج على المشهد ده. ونختم بقى هنا مش بمشهد، لا، ده فيلم كامل استمتعنا بكل مشاهده والأكلات اللي فيه، فيلم إكس لارج. وبرغم إن توضيح مشاهد الأكل في الفيلم ده هو كان لمنعها وتوضيح مشاكلها وعدم حدوثها من الأساس، لكن على عكس تماما حبيبتنا فيه الصراحة. كل مشهد وكل أكلة فيه اتنفذت بحرفية وبشكل جميل جدا، حتى كل أسامي الأكلات الخليجية اللي كنا بنسمعها لأول مرة تقريبا وما كناش نعرفها حبيناها برضه. على سبيل المثال مشهد تقليب الكبدة والسجق في العربية، وكمان سندوتشات الجبنة واللانشون اللي كان بيجيبها معاه خاله. حبه للأكل والاستمتاع بيه والاعتراف بده صدقني لو لسه واكل يخليك تقوم تاكل تاني عادي. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف.
ويا ريت ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار، وكمان ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.